للأسف اليوم الحلقة الأخيرة من شنو السالفة. أهلا بكم بالحلقة الأخيرة من شنو السالفة، وأهلا بزميلتي ميشا. أهلا بك محمد. اليوم ما راح نحكي عن نظام واحد، اليوم راح نفتح معرض لقصص النجاح، كل قصة هي أزمة حقيقية انحلت بحل ذكي من دار النظم. نبدي القصة الأولى بدائرة حكومية، الأضابير الورقية بيها صارت كابوس. موظف الأرشيف يومين يدور على ورقة والمعاملات متأخرة. الحل نظام الأرشفة الإلكترونية اللي حول الكابوس إلى مكتبة رقمية منظمة، البحث بيها ياخذ ثواني مو أيام. كانت مخازن دائرة الصحة مثل متاهة بلا خارطة، الأجهزة تدخل وتضيع وماكو أحد يعرف وين راحت. لكن الأزمة انتهت مع نظام الجرد والترميز من دار النظم. كل جهاز صار عنده هوية وباركود، وكل قطعة صار إلها مكان وحالة معروفة. الهدر 0 والمتابعة دقيقة مثل نبض المريض. وقسم المبيعات بأحد الشركات الأهلية كانت الطلبات تجيهم على الواتساب والإيميل وما توصلهم، العميل يشتكي وما حد يتابعه. نظام التيكت حل الأزمة وحول كل شكوى إلى تذكرة مرقمة لها مسؤول ومتابعة. النتيجة عملاء راضين وفريق مبيعات مسيطر. ونتكلم عن مدير عام، مواعيده كانت فوضى، اجتماعات تتضارب ومهام تتأجل، ومن يجي موعد الاجتماع ما يلقاه الأوليات المطلوبة ويدوخ على الورقة مال محاور. الحل كان بسيط وعملي، نظام الأجندة الإلكترونية. صار كل وقته منظم وفريقه يعرفون جدول أعماله بلحظتها. ومن مشكلة التواصل الداخلي نروح لمشكلة أكبر، مشكلة نظام إكسشينج اللي سبب أزمة مراسلات بدائرة حكومية. الإيميلات كانت تتأخر وتضيع. نظام تراسل من دار النظم كان هو الحل البديل والآمن. رجع الثقة للمراسلات الرسمية ووفر عليهم تكاليف ضخمة. لكن تبقى الأزمة الأكبر المواطن ومعاملاته الورقية، الطوابير والروتين والانتظار. نظام حكومة المواطن الإلكترونية بأحد الدوائر الحكومية أنهى هاي المعاناة. صار المواطن يقدم ويتابع معاملته من بيته، والمؤسسة صارت تشتغل بكفاءة أعلى. ولا ننسى المستشفى اللي كانت شبه مجهولة على الإنترنت، صار عندها موقع إلكتروني احترافي يعرض خدماته وأطبائه ويسهل الحجز، بالإضافة إلى عشرات المواقع الديناميكية والمجلات الإلكترونية اللي صممناها لعملائنا حتى تكون واجهتهم مشرفة. شفتوا شلون كل قصة من هاي القصص هي دليل على أن السيادة على بياناتك مو رفاهية، هي الحل الوحيد حتى تحول الفوضى إلى نظام والأزمة إلى فرصة للنجاح. شكراً لمتابعتكم إلنا، كنا وياكم ميشا ومحمد من دار النظم. إن شاء الله راح تاخذكم زميلتنا رؤى بجولة مشوقة أخرى من دار النظم. نشوفكم بخير إن شاء الله.